السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم البنات جيتكم بواحد الوصفه اللي زوينه بزاف. البنات اللي عندها الوجه رقيق وبغاتو يغلط فهاد الوصفه ليك. اول حاجه البنات كنتمنى انكم تشتركوا في القناه ديالي ولايكات ديالكم باش تشجعوني كل مره نحط لكم فيديو. كنتمنى انكم تشجعوني. اول حاجه البنات، الوصفه اللي بغات تغلظ الحنيكات ديالها. هاد الوصفه البنات ممكن تستعملوها هي وتستعملوها معها وصفات اخرين. فغادي نشارك معكم الوصفات الاخرين، ولكن من ضمن هذوك الوصفات هاد الوصفه كنستعملها حتى هي. هاد الوصفه البنات هي الخميره. هاد الخميره ديال العجينه اللي كنستعملوا ديال الدار فهي زوينه البنات، كتنفخ لينا الحنيكات. والمكون الثاني البنات هو حليب نيدو. هاد الوصفه هي كتقشر لينا وكذلك كتبيض لينا وكتغلظ لينا. هاد الوصفه عندنا حليب نيدو وخميره ديال الدار البنات، غنخلطوها بماء الورد. ممكن تخلطوها غير بماء عادي، فحتى هي زعما عادي زعما غادي تعطيكم نتيجه. ولكن انا كنستعمل ماء الورد باش نضرب عصفورين بحجر، باش تعطيني التبييض والنضاره وكذلك تقشر لي البشره، وكذلك زعما يكون عندي الحنيكات. فشنو البنات، هاد الوصفه تبقاو تستعملوها مره في السيمانه، ماشي تستعملوا غير هاد الوصفه بوحدها. كاين وصفات اخرين كيغلظوا لينا الحنيكات. نحاولوا كل مره نستعملوا الوصفات اللي كيغلظوا لينا الوجه، خصوصا اللي عندها الوجه رقيق. اما اللي عندها الوجه عادي فممكن حتى هي تستعملها زعما الا بغات تقشر البشره ديالها وكذلك تبيضها، لان كما هي كتغلط فكذلك كتبيض لينا حتى البشره. فممكن تستعملوا هذه الوصفه وكذلك الوصفات الاخرين مره في السيمانه البنات. ديروا هذه الوصفه على الوجه ديالكم فكتعطيكم نتيجه، وغادي نجربها معكم على اليد ديالي لانني ما يمكنش نبين لكم الوجه ديالي. كما كتشوفوا كيجي القوام ديالها بحال هكا زوينه. فهي كما قلت لكم كتغلظ وكتبيض، وزعما عصفورين بحجر. هذا هو القوام ديالها كما كتشوفوا. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعليق ديالكم واش عجبتكم الوصفه، واش عطاتكم نتيجه. المهم البنات اهم حاجه في هذا الشيء هو الاستمراريه. اهم حاجه لنجاح اي حاجه في هذه الحياه هي انك تستمر على هذيك الحاجه. فكنتمنى انكم تجربوها وتداوموها باش تعطيكم نتيجه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.